أهلا وسهلا فيكم. قصة الليلة صارت في تونس، واللي صار داخل ذاك البيت ما كان بالحسبان أبدا. خلوني أقول لكم شنو اللي تبدل في لحظة. كنت ساكنة في شقة قديمة في حي هادي في سوسة، وكنت أشتغل مع شاب تونسي اسمه هيثم في نفس المشروع. كنا نرجع البيت بنفس الوقت تقريبا، وكل واحد فينا له غرفته، لكن علاقتنا كانت فيها توتر غريب من فترة. في ليلة دخلت الشقة بدري عن المعتاد. سمعت حركة في غرفتي، الباب كان مو مسكر عدل. وقفت لحظة عند الممر وسمعت صوت أدوات واحتكاك، كأن أحد قاعد يشتغل على شي بسرعة. قربت أكثر ودفعت الباب شوي. هيثم كان على سريره، مو قاعد يسوي شي غلط مثل ما ممكن ينفهم، لكنه كان منهمك في تجهيز شنطة سفر، ويفتح علبة صغيرة فيها ساعة فخمة جدا، كأنه قاعد يخبيها بين ملابسه. المشهد شدني، مو عشان الشنطة، لكن عشان الساعة هذه أنا شفتها قبل. كانت ساعة خطيبي السابق سامي، اللي اختفت من بيته قبل أسبوعين. وقفت عند الباب أراقبه، وهو ما كان منتبه إني دخلت. قربت خطوة خطوة لين لف وشافني واقفة قدامه. ارتبك وسكر العلبة تدعي بسرعة. قال: آسف، ما توقعتك ترجعين بهالوقت. قلت له بهدوء: شنو هالساعة اللي قاعد تخبيها؟ سكت لحظة، وبعدين قال إنها هدية قديمة من صديق، لكن أنا كنت متأكدة إنها نفس الساعة اللي تكلم عنها سامي لما سرقه. ما حبيت أواجهه مباشرة. بدل ما أصرخ أو أتهمه، دخلت الغرفة وسكرت الباب وراه. قلت له: خلينا نتكلم بهدوء، من وين جبتها؟ هيثم جلس على طرف السرير وقال إنه كان ناوي يسافر فجأة لتونس العاصمة، وعنده موضوع لازم يخلصه بسرعة. تهرب من الإجابة أكثر من مرة. وقتها ذكرت شيء مهم. قبل كم يوم شفت رسالة على موبايله من رقم غريب، مكتوب فيها: لا تتأخر، الاتفاق لازم يتم قبل نهاية الأسبوع. سألته عن الرسالة وتغير وجهه. حاول يضحك ويقول إنها شغل، لكن كلامه ما كان مترابط. قررت أطلع من الغرفة وأتصل بسامي، أسأله عن تفاصيل الساعة. لما كلمته أكد لي إن الساعة فيها خدش صغير من الخلف على شكل خط مائل. رجعت للغرفة بدون ما يحس، وفتحت العلبة بنفسي وقلبت الساعة. كان نفس الخدش. التفت له وقلت: هيثم، لا تحطني في موقف صعب، الساعة هذه مو لك. سكت ثواني طويلة، وبعدين اعترف إن صديقه هو اللي جابها له، وإنه تورط في موضوع بيع أغراض مسروقة بدون ما يعرف مصدرها بالبداية. لكن بعدين فهم إنه دخل في شيء أكبر منه. قال إنه كان ناوي يرجعها قبل ما يسافر، لكن خاف يواجهني لأني أعرف سامي. هنا تغير كل شيء. الموضوع ما كان عن ساعة بس، كان عن شبكة كاملة تشتري وتبيع مسروقات في أكثر من مدينة، وهو كان مجرد وسيط صغير بينهم. سألته: والسفر؟ قال إن شخص من العاصمة ضغط عليه عشان يوصل باقي الأغراض بنفسه. في اللحظة هذه سمعت رنين موبايله، نفس الرقم الغريب يتصل. رد قدامي، والمتصل قال بصوت واضح: وصلت البضاعة ولا نبدأ نتصرف بطريقتنا؟ سكر الخط وهو مرتبك، ونظر لي وكأنه يطلب مساعدة. وقتها عرفت إن الموضوع أكبر من مجرد مواجهة بيني وبينه. قلت له: عندك خيارين، يا نبلغ الشرطة الحين، يا تسافر وتدخل نفسك في دوامة ما تطلع منها. سكت، وعيونه على الشنطة المفتوحة قدامه. وهني انتهت الليلة بقرار واحد كان لازم يتاخذ خلال دقائق. لكن السؤال اللي للحين ما له جواب واضح: هل كان فعلا ضحية تورط، ولا كان يعرف كل شيء من البداية؟ أحيانا تظن إنك لقيت الشخص اللي كنت تدور عليه طول عمرك، بس ما تدري إن القصة اللي بتبدأ بابتسامة ممكن تخفي وراها أسرار ما تخطر على بالك. اسمي صباح، عمري 35 سنة، ومطلقة من 3 سنين. أعيش في المنستير وأشتغل ممرضة في مصحات خاصة هناك. حياتي بعد الطلاق صارت روتين ثقيل: شغل، بيت، نوم، وترجع الدوام من جديد. سبب طلاقي كان بسيط ومعقد بنفس الوقت. طليقي منير ما كان يتحمل طبيعة شغلي، خصوصا المناوبات الليلية. أحيانا أبات في المصحة إذا الحالة تستدعي متابعة دقيقة، وهو كان يشك ويتضايق ويخلق مشاكل على أقل شيء.
حاولت أشرح له إن شغلي إنساني قبل لا يكون وظيفة، لكنه ما يقتنع. الغيرة كبرت والكلام كثر، وبالنهاية كل واحد راح بطريقه. بعدها كثير رجال حاولوا يقربون مني، خصوصا أطباء المصحة، لكن أنا ما كنت أدور أي علاقة عابرة. كنت أبي رجل يتحمل مسؤولية، يفهم طبيعة شغلي، أو على الأقل يكون واضح وصريح. مرت الشهور على نفس الروتين، لين جاء يوم دخلت علينا حالة قلبت كل شيء. كان اسمه هيثم بن سالم، رجل أعمال في الأربعينات من عمره. تعرض لحادث سيارة في طريق الساحل بين سوسة والمنستير. رجله اليسرى كانت مكسورة كسور معقدة، واضطر يدخل عملية تثبيت عظمه بشرائح ومسامير. انقبل في المصحة تحت إشراف دكتور معروف، وأنا كنت من الطاقم اللي يتابع حالته يوميا. أول أسبوع كان هادئ. هيثم قليل كلام، يرد باختصار، ويراقب كل شيء حوله بنظرة حذرة. لكن اللي لاحظته إنه يستقبل مكالمات كثيرة، وبعضها كان يخلي ملامحه تتغير فجأة. في يوم من الأيام دخلت غرفته أعطيه الدواء، ولقيته يقفل المكالمة بسرعة لما شافني. على الطاولة كان فيه ملف أوراق متابعة للمصحة، وكأنه عقد أو اتفاقية. سألته بهدوء: تحب أرجع بعدين؟ شكلك مشغول. ابتسم وقال: لا، بالعكس، وجودك يريحني. مع الأيام صار يطلبني بالاسم في كل تبديل، وإذا ما كنت موجودة يسأل عني. العلاقة بينا ما كانت رومانسية، لكنها كانت مريحة. يحكي لي عن مشاريعه في تونس العاصمة، عن صفقات عقارية، وعن ناس ما يثق فيهم. في أحد المناوبات الليلية طلب مني أجيب له ملف من الدرج الجانبي، لأنه ما يقدر يتحرك بسهولة. لما فتحت الدرج لقيت ظرف بني كبير مكتوب عليه اسم شركتي مو مألوف. سلمته الظرف، لكنه تردد قبل لا يأخذه، وقال لي: صباح، لو أحد سألك عني قولي إني ما أستقبل زوار غير أهلي. الكلام شدني، خصوصا إن اليوم اللي بعده فعلا جاء شخص يسأل عنه عند الاستقبال. رجل طويل لابس بدلة رسمية وملامحه متوترة. الإدارة قالت له إن الزيارة ممنوعة بأمر المريض. بعدها بيومين هيثم طلب يطلع من المصحة قبل الموعد المحدد، رغم إن حالته تحتاج متابعة. حاول الدكتور يقنعه يكمل فترة العلاج، لكنه أصر ووقع إخلاء مسؤولية. قبل ما يمشي سلمني ظرف صغير وقال: إذا صار لي شيء افتحيه. استغربت وقلت له إن كلامه مو مفهوم، لكنه ابتسم ومشى بعكازه، ومعه مساعد شخصي ما شفته قبل. رجعت بيتي ذاك اليوم والظرف في شنطتي. كنت مترددة أفتحه، لكن الفضول غلبني. فتحت الظرف ولقيت داخله نسخة من عقد شراكة، وأرقام تحويلات مالية كبيرة بينه وبين شخص اسمه كمال الرياحي. الاسم هذا تذكرته فورا، هو نفسه الرجل اللي جات يسأل عنه في المصحة. الموضوع ما كان قصة إعجاب بين ممرضة ومريض، كان في شيء أكبر يتحرك في الخلفية. بعد أسبوع سمعت خبر في الراديو عن تحقيق مالي في شركة عقارات بتونس العاصمة، واسم هيثم كان مذكورا ضمن الشركاء. وقتها فهمت إن وجوده في المصحة والحادث اللي صار له يمكن ما كان مجرد صدفة. والسؤال اللي للحين يدور في بالي: ليش اختار يثق فيا أنا بالذات؟ وشنو كان يقصد بيقول له إذا صار لي شيء؟ أحيانا عرض واحد يغير مسار حياتك بالكامل، وهذا بالضبط اللي صار معي في تونس لما جاني اتصال ما كنت متوقعة نتائجه. بعد ما خرج هيثم من المصحة تواصلوا معي أقاربه، قالوا إنهم يسكنون بين تونس العاصمة وصفاقس، وكل واحد مشغول بشغله، وهو يحتاج ممرضة تقعد معاه في بيته فترة النقاهة. العرض كان مغري من ناحية الراتب، لكن بصراحة الفلوس ما كانت أول سبب خلاني أوافق. كنت أبي أطلع من الروتين وأشوف تجربة مختلفة. وافقت. بعد يومين رحت لبيته في حي راقي في سوسة، فيلا واسعة، حديقة قدامها، وحارس يفتح البوابة إلكترونيا. دخلت وتعرفنا رسميا على نظام البيت: غرفة خاصة لي، جدول علاج، مواعيد أدوية، وتمارين علاج طبيعي يومية. في البداية كل شيء كان مهني بحت، أساعده يتحرك، أتابع الجرح، جهز له أكله حسب تعليمات الدكتور، وأرتب مواعيده. ومع الأيام صار بينا كلام أطول،
سوالف عن حياته، عن شركائه، وعن خلافات قديمة ما كانت واضحة تفاصيلها. هيثم كان يقضي وقتا طويل على موبايله، مكالمات قصيرة، نبرة صوته فيها حذر، أحيانا يطلب مني أطلع من الغرفة وقت ما يتكلم. في يوم من الأيام نزلت السوق أشتري أغراض للبيت، رجعت قبل الموعد اللي متوقعه، وكان باب غرفته موارب شوي. دخلت الشقة بهدوء وسمعته يتكلم بصوت منخفض. قربت بدون قصد أسمع، وكان واضح إنه يناقش موضوع مالي حساس. كلمات مثل تحويل، عقد، موعد التسليم تكررت أكثر من مرة. كنت ناوية أرجع للمطبخ بدون ما يحس، لكن واحد من الأكياس طاح من يدي وصار له صوت. فجأة سكت، وبعد ثواني عدل جلسته وكأنه كان قاعد عادي. لما دخلت عليه لقيته ماسك الموبايل، لكن ملامحه متغيرة. ابتسم وقال: رجعتي بدري اليوم. تظاهرت إني ما لاحظت شيء، ولميت الأغراض ودخلت المطبخ، لكن الموضوع ما طلع من بالي. في الليل وأنا أرتب جدول أدويته، سمعت إشعار رسالة من موبايله وهو على الطاولة. ما كنت ناوية أتدخل، لكن الشاشة كانت مضيئة قدامي، وظهر اسمه كمال الرياحي مرة ثانية. الرسالة كانت قصيرة: تأكد إن الملف ما يطلع بره البيت. وقتها حسيت إن وجودي في هالبيت مو صدفة، مو بس ممرضة ترعى مريض، في شيء ينطبخ ورا الكواليس. اليوم اللي بعده جاء شخص يطلب مقابلته بدون موعد. الحارس حاول يمنعه، لكن هيثم أصر يستقبله في المكتب الداخلي. جلست أراقب من بعيد، ولاحظت إن النقاش بينهم كان متوترا جدا. بعد ما طلع الزائر طلب مني أجيب له ظرف من الدرج. لما فتحه قدامي كان فيه مستندات رسمية مختومة وأسماء شركات مختلفة. سألته بصراحة: هيثم، أنت داخل في مشكلة؟ نظر لي لحظة طويلة وبعدين قال: أحيانا الواحد يثق في الناس الغلط وبعدين يلقى نفسه محاصر. من ذاك اليوم صرت ألاحظ تحركات غريبة حول البيت: سيارة واقفة فترات طويلة، مكالمات تتكرر بنفس التوقيت، وحتى الحارس تغير مرة بدون سبب واضح. القصة ما كانت مجرد عمل منزلي الممرضة، كانت بداية دخول غير مباشر في شبكة صفقات مالية معقدة. واللي ما كنت أعرفه وقتها إن اسمي أنا شخصيا كان على وشك ينذكر في واحد من هذه الملفات. أحيانا مشهد واحد يخليك تعيد حساباتك كلها، مو لأنه ممنوع، لكن لأنه كشف لك جانب ما كنت تتوقعه أبدا. رجعت أكمل يومي كأنه ما صار شي، لكن الصورة اللي شفتها ما راحت من بالي. وأنا في المطبخ أجهز العشاء عقلي كان يرجع لنفس اللحظة، طريقته، ارتباكه، وسرعة تصرفه لما انتبه لوجودي. كنت أقول لنفسي: صباح، كبر عقلك، انت جاية لهنا شغل وبس. حضرت الأكل ودخلت غرفته، حطيت الصينية قدامه، لكن النظرات بينا تغيرت، مو نفس الرسمية اللي قبل. كان في توتر خفيف، كأنه كل واحد فينا يعرف إن الثاني شاف شي وما تكلم عنه. الأيام اللي بعدها صارت مختلفة. هو صار أهدى قدامي، يقلل استخدام الموبايل إذا كنت في الغرفة، وأنا بالمقابل حاولت أحافظ على حدود واضحة بيني وبينه. لكن الشيء اللي زاد شكوكي مو اللي شفته ذاك اليوم، كان تصرفاته بعدها. صار يقفل بابه أكثر من قبل. أحيانا أسمع حركة أوراق أو صوت درج يفتح ويتسكر بسرعة. وفي مرة وأنا أرتب ملابسه في الخزانة لاحظت إن فيه ظرف جديد مخبية بين الملابس. ما فتحت الظرف، لكن كان واضح إن الموضوع مو بسيط. في ليلة وهو يطلب مساعدتي عشان يبدل ملابسه لاحظت إنه متوتر زيادة عن اللزوم، مو بسبب حالته الصحية، لكن كأنه خايف ينكشف شي ثاني. كان يحاول يغطي الطاولة اللي جنب السرير واللي فوقها ملفات مبعثرة. سألته بهدوء: في شي لازم أعرفه بخصوص البيت أو الناس اللي تيجي هنا؟ رد بسرعة: لا، كل شيء تحت السيطرة. لكن ملامحه كانت تقول العكس. بعد كم يوم وصلت رسالة على هاتف البيت الأرضي، صوت رجل يسأل إذا الملف جاهز للتسليم. لما قلت إن المتحدث غلطان سكر الخط فورا. بلغته بالمكالمة وسكت لحظة طويلة. بعدها طلب مني أمدد فترة إقامتي عنده شهر إضافي بحجة إنه ما يثق بأحد غيري في هالمرحلة.
وهنا بدأت أربط الأحداث، المستندات، المكالمات، الزائر اللي جاء بدون موعد، والتوتر اللي يزيد كل يوم. القصة ما كانت عن مشهد شفته بالغلط، كانت عن أسرار تنكشف تدريجيا، وأنا صرت جزء منها بدون ما أقصد. والسؤال اللي بدأ يلح علي، هل وجودي في البيت كان صدفة فعلا؟ ولا كان يحتاج شخص قريب منه عشان يحمي شيء أكبر؟ مع مرور الأيام لاحظت إن هيثم تغير أسلوبه معي. لما أكون قدامه أقدم له الأكل أو أساعده يبدل ملابسه، صوته يصير أهدى ونبرته تحمل معنى مختلف. صار يطول النظر ويسألني أسئلة شخصية أكثر من قبل. أنا بدوري حسيت إن الوضع لازم يوقف عند حد. قلت في نفسي: صباح، لا تدخلين نفسك في شيء يعقد الأمور. حاولت أشغل نفسي بأي شيء. صرت أقعد في غرفتي وأتابع قصص صوتية ومقاطع تحفيزية بس عشان أقطع التفكير. لكن بدل ما أبعد، صرت أربط كل قصة أسمعها فيه، لأنه ببساطة كان الشخص الوحيد القريب مني في هالفترة. ومع إن العلاقة بينا كانت رسمية قدام الناس، داخل البيت كان في صمت ثقيل مليان توتر. في ليلة صحيت متأخرة عشان أروح للمطبخ أشرب ماء، وأنا أمشي في الممر شفت نور غرفته شغال. الباب كان مفتوح شوي. وقفت بدون قصد أسمع. كان يتكلم بصوت خافت، يناديني باسمي. تجمدت مكاني، قربت خطوة وشفت إنه ماسك موبايله، واضح إنه يسجل رسالة صوتية. كان يقول: صباح، لو تعلمين شكثر وجودك هنا فرق معاي. ما كان منتبه إني واقفة. دخلت الغرفة بهدوء، ولما حس بحركتي فتح عينه بسرعة. انصدم وسكر التسجيل فورا. قال مرتبك: آسف، ما كنت أقصد تسمعين شيء. قلت له بهدوء وأنا أحاول أقرأ ملامحه: كنت تسجل رسالة. لمين؟ سكت لحظة وبعدين قال: لنفسي، أرتب أفكاري. جلست على الكرسي المقابل له وقلت: هيثم، إذا في شيء لازم ينقال قوله بصراحة، الوضع صار معقد. تنهد وقال إنه تعلق بوجودي، مو تعلق عاطفي بسيط، لكن لأنه يثق في وسط فوضى صارت تحيط فيه من كل جهة. ثم أضاف جملة أربكتني: أنا ما كنت بس محتاج ممرضة، كنت محتاج شاهد. سألته: شاهد على شنو؟ فتح درج الطاولة وطلع جهاز تسجيل صغير، وقال إن بعض الاجتماعات اللي صارت في البيت مسجلت فيه، وإنه بدأ يخاف من شركائه، خصوصا كمال الرياحي، بعد ما اكتشف إنهم يحملونه مسؤولية تحويلات مالية مشبوهة. وأوضح إن الحادث اللي تعرض له قبل أسابيع يمكن ما كان صدفة، بل محاولة تخويف. وقتها فهمت ليش كان يتصرف بتوتر، وليش وجودي عنده كان مهم. ما كان يبحث عن علاقة، كان يدور شخص يثق فيه لو الأمور خرجت عن السيطرة. لكن السؤال اللي بقي بيني وبينه: هل كنت مستعدة أكون جزء من مواجهة أكبر من مجرد قصة إعجاب؟ ولا كان لازم أطلع قبل لا أعلق أكثر في شبكة ما أعرف نهايتها؟ في بعض اللحظات نظرة واحدة تختصر كلام كثير. لما رفع هيثم عينه فيني كانت نظرته مختلفة، مو نظرة توتر مثل قبل، كانت نظرة حسم، كأنه يقول بدون كلام إنه ما عاد يقدر يخبي شيء. قال بهدوء: صباح، أنا محتاجك معاي، مو بس في هالبيت. سكت لحظة وبعدين كمل: من أول يوم دخلتي حياتي حسيت إنك الشخص الوحيد اللي أقدر أتكلم قدامه بدون خوف. نظرت له وقلت: وأنا بعد، من أول مرة شفتك في المصحة حسيت إن وجودك مو عادي. بس السؤال: شنو اللي تبيه بالضبط؟ ابتسم ابتسامة خفيفة وقال: أبي نبدأ بداية جديدة، بعيد عن كل اللي صار. استغربت جرأته، خصوصا إن ما كملنا أسبوعين في نفس البيت. قلت له: البداية الجديدة مو قرار لحظة، أنت عندك ملفات وقضايا وناس تراقبك، وأنا ما أبي أكون جزء من شي مجهول. رد بثقة: عشان كذا أبي أسكر هالملف بالكامل، بكرة بسافر العاصمة، بس مو عشان أكمل الصفقة، عشان أبلغ عن كل شيء وأطلع نفسي منها رسميا. هالكلام قلب الموازين. اليوم اللي بعده فعلا سافر لتونس العاصمة مع محامي معروف، قدم المستندات اللي كانت عنده وسلم التسجيلات للجهات المختصة. خلال أسبوع انفتح تحقيق رسمي في الشركة،
واسمه كمال الرياح يتصدر الأخبار. رجع هيثم للمنستير مختلف تماما، أخف توتر، أهدى نفس، وكأنه خلص من حمل ثقيل. جلسنا في الحديقة ذاك المساء وقال لي: الحين ما عندي شيء أخبيه، والسؤال لك، تبين تكملين معاي؟ قلت له بصراحة: أنا ما أبي اندفاع، أبي وضوح واستقرار. قال بدون تردد: أقدر أقدم لك الاثنين. مرت الشهور بهدوء، تعافى تماما وسكر كل التزاماته القديمة. تعرفت على أهله رسميا، وكل خطوة كانت محسوبة بعقل قبل القلب. وبعد فترة تم عقد قراننا في حفل بسيط في المنستير، بعيد عن الضجة والمشاكل اللي كانت تحيط فينا قبل. يمكن قصتي بدأت كمغامرة شغل، لكن انتهت بقرار حياة. واللي تعلمته إن أحيانا الفرصة تجي في وقت ما تتوقعه، لكن الذكاء إنك ما تمشي ورا الإحساس بس، تمشي ورا الحقيقة أولا. والحين دوري أسمع منكم، لو كنتوا مكاني هل كنتوا بتغامرون ولا تبتعدون من أول علامة خطر؟